بقالي أسبوع بدأت في الرواية دي، قرأت فيها قدر لا بأس به. يعني خلينا نقول ان انا وصلت لصفحة، مش عارفة ليه انا من ساعة ما قرأتها وانا عمالة اماطل فيها. يمكن بصراحة مشجعتنيش قوي لان انا اخلصها مرة واحدة. قرأت شوية ووقفت وصحيت النهاردة شوية بدري ما قبل ذلك وقرأت فيها. وصلت فيها للرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، وده كان وصلت لصفحة 204. باقي فيها قدر مش كتير، فحبيت انه اخلصها كلها النهاردة. فمش حابة اماطل اكتر من كده. باقي معانا عنبر اللولو. هي الرواية كلها على بعضها ما يعادل تقريبا 250 صفحة، فاللي باقي مش كتير، فقلت ليه ما خلصهاش مرة واحدة عشان في حاجات تانية عايزة اخلصها واخلص قراءات السنة. الرواية دي تعد مش رواية واحدة، هما تقريبا نقدر نقول انهم 5 في رواية واحدة. حكاية بلا بداية ولا نهاية، حارة العشاق، الروبابيكيا، الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، وعنبر لولو. وبكده يكون خلصت الرواية. مش عارفة، عشان انا حابة ابدأ حاجة جديدة ومتحمسة جدا لان انا ابدأ في عمل جديد، لكن حابة اعرف لو حد منكم قرأ الرواية دي قبل كده. حابة اعرف رأيكم فيها، لذيذة مش لذيذة، تقييمكم ليها كام من 5 وهكذا. فمتحمسة جدا لان انا اعرف رأيكم في الرواية دي في الكومنتات. اتمنى ان يكون في حد قرأها ويكتب لي تحت. بفكر ان انا بعد ما اخلص الرواية دي ابدأ في حاجة جديدة، اما انه ابدأ في رواية الخيميائي. رواية الخيميائي من الروايات اللي لقيت عاملة ضجة كبيرة، يمكن انا اخر واحدة تقريبا اشتريها وبقرأها، وحبيت اني اشوفها انه ليه لا. بصراحة متحمسة لان انا اقرأها من الريفيوهات اللي شفتها عنها. قرأت النبذة اللي بتبقى ورا في الكتاب، لذيذة لا بأس بها. هي رواية عدد صفحاتها مش كتير، هي صغيرة يعني تخلص في جلسة واحدة. عدد الصفحات ما يعادل 187 صفحة، بس برغم ان هي عدد صفحاتها مش كبير وعدد لا بأس به وفعلا تخلص في جلسة، الا انه حاسة ان هي رواية من الروايات اللي ممكن تكون دسمة، ممكن تكون يعني مش عارفة بصراحة. زي ما شايفين هي مش كبيرة، بس لما بنيجي نقلب في الصفحات من جوه مش عارفة ليه حساها السطور بتاعتها ضيقة، كلماتها صغيرة، حساها مليانة ودسمة. انا مقرأتش اي حاجة فيها، معرفش ايه اللي جوه الا النبذة اللي موجودة في خلف الكتاب، الا انه حساها مليانة. فمترددة انه هل هقدر اخلصها في جلسة واحدة ولا لأ. عكس الرواية اللي كنت بقرأ فيها بتاعت نجيب محفوظ. الرواية دي على قد ما هي كبيرة وعدد صفحاتها ما يعادل 250، إلا إن هي بين السطور في فراغات، الكلمات واسعة واخدة راحتها شوية. في صفحات بيبقى فيها حوارات ونقاشات، فبتبقى الصفحة مش مليانة كمان أوي، بتبقى أخف بكتير. يعني الصفحة بيبقى نصها فيها كلام والنص التاني فاضي، فاهمين قصدي؟ وبالرغم ان دي تبان اطول على عكس دي، الا انه انا حابة اخلصها في جلسة واحدة وهي تخلص في جلسة واحدة. ولكن برضو انا لسه لأول مرة هاخد التجربة وان انا اخلص رواية في يوم واحد وجلسة واحدة، واتمنى ان انا اخلصها فعلا. انا كنت مترددة في البداية ما بين قراءة الخيميائي في جلسة واحدة او رواية صاحب الظل الطويل، كنت مترددة ايهما اخلصها في جلسة واحدة. رواية صاحب الظل الطويل هي عدد صفحاتها برضو مش كتير، يعني يخلص في جلسة واحدة. عدد صفحاتها ما يعادل 233 صفحة، إلا إن برضو حسها شوية ممكن كلماتها كتيرة مضغوطة. بس مش عارفة، كنت مترددة، واللي خلاني مترددة أكتر من عدد صفحات والكلام ده كله إن الرواية ليها جزء تاني، وأنا حابة أخلص عدد قراءات السنة. هو أنا بالفعل قربت أخلصه،
بس انا لو بدأت في بتاعة صاحب الظل الطويل، طيب هي ليها جزء تاني، ده اللي انا عرفته، اللي هي الرواية بتاعة عدوي اللدود. ورواية عدوي اللدود يعني من الواضح ان هي شوية اطول طبعا من صاحب الظل الطويل، وانا مش عارفة، هو اللي مخليني مترددة ان انا مش عايزة ابدأ اعمالين ليهم علاقة ببعض، لان انا عملت كده بالفعل في رواية ياسمين العودة وياسمين الابيض، والروايتين كانوا اطول بصراحة من كده بكتير. بس انا مش عايزة اقرأ اعمالين ليهم علاقة ببعض حاليا، لان انا عندي اعمال تانية انا مخلصتهاش، زي كتاب عقدك النفسية سجنك الابدي، انا بدأت فيها ومطلت قوي وقرأت بعدها حاجات وما خلصتهاش، وصلت فيها لصفحة 135، وده مخليني انه لا، انا عايزة اخلص العمل لاني قد قرأت فيه قدر لا بأس به، الى جانب ان في عملين برضو تانيين بدأت فيهم، ولكن دي اللي قرأت فيها اكتر حاجة، فحابة اخلصها من ضمن قراءات السنة. بصراحة مترددة قوي، يعني انا قرأت ما يعادل نص الكتاب، فليه ما خلصوش على مدار السنة. وكنت حابة ابدأ في الكتاب بتاع سندريلا سيكريت، بصراحة متحمسة قوي لان انا ابدأ، ومش عارفة هل هخليه من ضمن قراءات السنة ولا هأجله، بس متحمسة ان انا اقرأه، ولكن برضو مش عايزة افتح اعمال ومخلصهاش، عشان كده بقول عايزة اخلص عقدك النفسية سجنك الابدي الاول، وبعد ما اخلصه اشوف هل في وقت لان انا اقرأ سندريلا سيكريت ولا لا. وحاسة انه من باب اولى ان انا اخلص الاعمال المفتوحة الاول، وبعد كده اقرأ في حاجات جديدة، عشان مبقاش بقرأ في اعمال وبسيبها. كتاب عقدك النفسية سجنك الابدي كنت متحمسة لان انا اخلصه، ولكن مش عارفة ليه ما خلصتوش، ويمكن نفسيتي جات في وقت وقفلت، لان انا قرأت اكتر من كتاب، حسيت ان انا عايزة اقرأ روايات اكتر، ويمكن ده اللي محمسني لان انا اقرأ روايات. المهم حبيت ان انا اخرج من البيت وان انا ابدأ القراءات من برا، فيلا بينا نشوف هنروح فين ونقرأ من هناك. قررت اخيرا ان انا هقرأ رواية الخيميائي، وهستخدم معاها الفاصل الكتكوت اللي انا عاملاه، اكتر فاصل عملته مبسوطة بيه وبحب استخدمه كتير جدا، فيلا بينا. تعالوا افاجئكم زي ما انا اتفاجئت. اول حاجة عندنا مقدمة خاصة للطبعة الجديدة، نقلب شوية هنلاقي مقدمة الكاتب لسلسلة رواياته الصادرة بالعربية، نقلب شوية عندنا مقدمة، وبعد كده هنبدأ القسم الأول. ليه 3 مقدمات في رواية؟ مش عارفة لو أنا بس اللي بحب أتخطى المقدمة ولا لأ، ولكن هي بتبقى مقدمة واحدة، ولكن ببقى حابة ان انا اتخطاها، فما بالكم من 3 مقدمات في رواية. مش عارفة، بس انا برغم ان انا ما بحبش اقرأها، الا انه للأسف انا بقرأ المقدمة، الاهداء، الشكر، بحب اقرأ كل حاجة موجودة في الكتاب، حتى لو كنت هتلاشى بعض الاحداث في النص او اقرأها بدون تركيز، بس ما بحبش اتخطى حاجة، فمش عارفة، بس يلا بينا نقرأ ونشوف الاحداث بتقول ايه.
نصيحة وإن تبدو بديهية، لما تكونوا حابين تخلصوا كتاب في جلسة واحدة، أول حاجة أنصحكم بيها إن تختاروا رواية مش كتاب، لأنه هيعد قصة حابين تستكملوا الأحداث بتاعتها. الحاجة التانية يفضل إن الرواية دي تكون عدد صفحاتها صغيرة زي الرواية اللي أنا بقرأها حاليا. ولو كان عندي رواية أصغر من كده أنا بالفعل كنت هبدأ فيها، برغم الرواية اللي أنا بقرأ فيها حاليا مش صعب عليا إن أنا أخلصها في جلسة واحدة، ولكن فكرة إني أكون مطبقة من قبل بيوم وبالفعل قرأت في رواية قبلها مخلصاها ودلوقتي بستكمل في الرواية اللي أنا بقرأ فيها حاليا. صحيح مقرأتش فيها كتير، قرأت بس ما يعادل 40 صفحة، بس حاسة إن هو ضغط عليا وحاسة إن أنا عايزة أنام، مش حابة إن أنا أكمل، ولكن بحاول قدر ما استطعت إن أنا أضغط على نفسي وإن أنا أستكمل التحدي. فحاليا بقرأ رغما عني يعني، فالله المستعان. فأنا دلوقتي في مرحلة إن أنا بجاهد نفسي وبكمل القراءة بتاعة الرواية، فعايزة أشوف هل فعلا هقدر أخلصها النهاردة ولا الموضوع هيبقى شويتين صعب. إن شاء الله خير. خليني أقول لكم إن أنا قرأت عدد لا بأس به ووصلت لغاية صفحة 105. ذهب الكثير وما باقي إلا القليل، ولكن حاسة إن أنا فصلت وعايزة أنام. لسه فيه شوية وقت طبعا على اليوم، مش عارفة هل هخلصها برضو على مدار اليوم ولا لأ، بس أنا خلصت صحيح نص الرواية، ولكن قلت هنام شوية وأصحى أكملها، ولما أشوف هل فعلا هصحى أكملها في نفس اليوم ولا هأجلها لليوم اللي بعده، ولكن حاليا هنام. صباح الخير من اليوم التاني. خليني أقول لكم وأخيرا خلصت قراءة الرواية، ولكن خليني أحكي لكم أنا خلصتها إزاي. أول حاجة، أنا في اليوم الأول كنت تواصلت معاكم آخر حاجة لأن أنا قرأت منها عدد لا بأس به وقرأت قدر حلو قوي، وكنت متخيلة إن أنا هنام شوية وأصحى أكمل باقي الرواية، ونمت، ولكن نمت شويتين حلوين بجد. ما كنتش متخيلة ان انا هنام كده، او بصراحة كنت متخيلة لان انا عارفة نفسي يعني، ولكن الفكرة كلها ان انا كنت قلتلكم ان انا قرأت لغاية صفحة 105، يعني ما يعادل نص الرواية، ومحتاجة ان انا اخلص النص التاني، ولكن لما نمت ما قدرتش اقوم، كنت تعبانة جدا، فأجلت لغاية اليوم التاني. ليه حصل كده؟ لانه اليوم الاولاني انا كنت صاحية ما يعادل في نص الليل، قعدت أقرأ في الرواية بتاعت حكاية بلا بداية ولا نهاية، قرأت منها ما يعادل 180 صفحة، والصبح كان باقي عدد لا بأس به، يعني حاجات صغيرة قوي في الرواية، وده اللي كنت قلته لكم في أول يوم فخلصته. فكنت حاسة ان انا لسه فايقة وانه ليه ما ابدأش رواية جديدة، فقررت ان انا ابدأ في رواية الخيميائي، وحبيت ان انا اخلصها لان هي صغيرة، فقلت اجرب ليه لا يعني، وقرأت فيها بالفعل، ولكن للأسف ما قدرتش أخلصها زي ما أنا كنت متخيلة، لأن كنت بدأت أفصل، كنت تعبانة عايزة أنام، فما قدرتش أخلصها في اليوم الأولاني، برغم إن الرواية كلها 187 صفحة مش كتير، فكنت متخيلة إن أنا فعلا هقدر أعمل كده. بس ففكرة إن أنا أكون صاحية من نص الليل، مش نايمة من قبل بيوم يعتبر، قارئة
بالفعل في رواية قبل كده، حتى لو كنت هقرأ في رواية تاني مجرد قصة، الموضوع صعب قوي ان انا اخلصها في نفس اليوم. فدي نصيحة لو انتوا كنتوا حابين تعملوا كده، فانا قلت لكم عيوب تجربتي، فحاولوا ان انتوا لو حابين تعملوها تحدي انكم تقرأوا في يوم الرواية في يوم كامل، او تخلصوا عمل في يوم كامل. زي ما قلت لكم قبل كده، حاولوا ان انتوا تخلصوا العمل في يوم واحد، ولكن تكونوا نايمين كويس وتكونوا اكلين كويس. ولما تيجوا تقرأوا اقرأوا عمل صغير، على الأقل تشوفوا التجربة هتبقى عاملة ازاي في الأول. لو الموضوع تمام تقدروا تقرأوا أعمال أكبر مثلا. ولكن أنا كنت أقدر أخلص الرواية بالفعل في يوم واحد، ولكن أنا بدأت بطريقة غلط، إن أنا مطبقة من قبل بيوم. كنت قارئة ما يعادل يعتبر 108 صفحة، تعتبر رواية. وبعد كده عايزة أبدأ في التانية، فكان صعب قوي طبعا، صعب جدا. فعشان كده بقولكم متغلطوش غلطتي وتعلموا من أخطاء الآخرين. ودي كانت تجربتي في إن أنا أخلص رواية كاملة في يوم واحد. هل هعيد التجربة مرة تانية؟ أتمنى ذلك، وبصراحة أكيد حابة إن أنا أعيد التجربة مرة تانية، ولكن أتعلم من أخطاء المرة دي وأصححها في المرة اللي جاية. وإن شاء الله بإذن الله برضو لو كنت فعلا هعمل ده في القريب، فأكيد هشارك معاكم برضو تجربتي للمرة التانية. وبس كده، خليني أقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد، كونوا بخير وإلى اللقاء.